ايه رأيكم بقى يا حبايب قلب مريان في الصينية القمر دي؟ خطيرة، من غير لحمة، من غير فراخ، من غير بروتين، من غير دوشة. هتاكلوا احلى بروتين، حلو جدا للركب، حلو جدا لينا، تحفة جدا يا جماعة. تعالوا تعالوا بسرعة نشوف عملنا الحاجات دي ازاي. طبعا جنبيه شوية مخلل، طبعا جنبيه شوية كاتشب، جنبيه شوية شطة، جنبيه شوية عيش. وتعالوا بقى شوفوا احنا عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. خشوا له بالمقادير بقى. معانا شوية عدس حلو بجبة، معانا شوية عدس حلوين بجبة. ننزلهم بقى في الكبة يا حبايبي، نفرمهم كويس جدا. انا طبعا صمتلت الصوت عشان صوت العيال والدوشة زي ما انتوا عارفين يعني. نفرمهم كويس في الكبة. بعد ما فرمناهم حلو قوي، معانا بطاطستين سلقينهم وسبناهم يتصفوا مفهومش ولا نقطة مية. التركة دي ما تخليش الكفتة معاكم تفك. احنا هنعمل ايه؟ ما احنا هنعمل كفتة صيامي قمرة. نزلوا بقى البطاطس برضو تتفرم، حاجة كده خطيرة، تتفرم برضو في الكبة. معانا بقى شوية خضرة حلوين، ربطة كزبرة وربطة شبت، نقطعهم كويس قوي صغير عشان يعني نضربهم في الكبة الصغنطوطة بتاعتنا. معانا 5 فصوص من الثوم ننزل عليهم. معانا بص يا حبايبي، بعد ما فرمناهم يعني بنريحهم شوية كده، ننزل ب5 فصوص من الثوم، شوية توم يعني كام، 5 6 7 كده. ننزل بشوية توم باودر، شوية كمون، بصل باودر. التوابل دي بتخليها في حتة تانية، مش هتاكلوا حاجة كده بالعدس. شوية ملح كده حلوين عشان يحيي الأكل معانا. بعد ما ضربنا العدس كويس بالبطاطس، ننزل بقى الخضرة جواه ونديها ضربة. بصوا يا حبايب قلبي، بعد كده نحط شوية توابل لحمة. ودي يا حبايب قلبي ملهاش علاقة بالصيام، دي توابل عادية بودر يعني ملهاش علاقة خالص. بعد كده نحط توابل كفتة، توابل كفتة يا حبايبي. حطينا عليها شوية حبهان، يعني حبهان، وحطينا توابل كفتة، وحطينا توابل لحمة. بعد كده حطينا ال3 حاجات دول اللي خلينا مركزين معاهم شوية. ولو عندك فلفل اسمر حط، ما كانش عندي مش متوفر ما حطيتوش. بصي يا حبايبي، ماسكاها خفيفه جدا، عايزه تتمسك بحاجه يا شويه دقيق يا شويه نشا يا شويه بقسماط، يعني المتوفر عندك حطي. انا لقيت عندي بقسماط فحطيت. هنحط بتاع كوبايه بقسماط بالظبط، لسه طريه جدا. نحط بقسماط تاني ونلف في ايدينا تاني. بس يا حبايبي نحط في ايدينا ونقلب. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. هجرب معاك واحدة، لا لسه شوية. نحط شوية بقسماط تاني، يعني نحط على حسب ما تلاقي ايدك ربطت، وتلف الكفتة على ايديك وما تفكش. ده اللي انا عايزاه. يعني انا عندي كاب، انت عندك كاب. بصوا هلف معاك واحدة واشوف كده هتربط ولا لا. هتربط يا حبايبي، يبقى كده تمام، مش هنحط نشا تاني. بصوا بقول لكم خلاص ربطت. برص في الصينيه، هرص حبه وبعد كده اقليهم معاكم. الموبايل اصلا هيفصل شحن دلوقتي. بصوا يا حبايبي، انا هنا الموبايل كان خلاص هيفصل والدنيا كانت غامقه. انا حطيت شويه زيت صغيرين جدا، الكفته دي اصلا مش بتشرب زيت خالص. بصوا يا حبايبي، يعني لو عندك شويه زيت قد كده هتقومي تعملي صينيه تكفي العيله كلها. بصوا بعد ما الموبايل شحن شويه. بصوا انا بقول لكم، بصوا يا حبايبي، ما تقلبيش الكفته ابدا غير يا من تحت تحمر، عشان لو انتي قلبتيها وهي مش من تحت ما احمرتش هتتفرول وتبهدل الدنيا.
لكن انتي ما تقلبيهاش خالص غير لما تحمر من تحت، تقلبيها تحمر على الجنب التاني بس كده. شايفاها؟ انا بوريها لك اهو. نطلعها بقى، بصي بطلعها على مصفى كده. بصوا بقى نبتدي نطلعها بقى على مصفى، عشان لو طلعت زيت يعني زيت يتعين، بس هي مش بتشرب زيت نهائي، هي ما بتشربش زيت نهائي بالامانه. بص وقعت. اطلع الاتنين التانيين دول واحط غيرهم. انا عايزه اقولك هتعملي حاجه مفيده لاولادك، وفي نفس الوقت سهله جدا واقتصاديه جدا جدا. كفتة حلوه نباتيه وخطيره، كلها بروتين على فكره. بس هحط الباقي. بقول لكم تاني ان انا ما بتتقلبش غير لما بتحمر من تحت، اول ما بتحمر بنقلبها. حبايبي انا بقى بدوس الحاجات ديت عشان الناس المبتدئه ما تعملش الحاجه وتقول يا مريم اصل فكت في الزيت. ما فكت في الزيت يا قلبي عشان انتي بتقلبيها وهي لسه. لازم تحطي حاجه تربط القوام، يا نشا يا دقيق يا بقسماط. بص في النهايه، بص بعد ما حمرتهم كلهم خطير يا جماعه بجد. اتمنى ان انتوا بجد تجربوا الوصفه، ولو وصلتوا لحد هنا متنسيش تعملي لي لايك من قلبك وكومنت حلو لو عجبك الفيديو بتاعي. وباي باي، استنوني في اي وصفه تانية.